السلام عليكم الزلفلة ومرحبا بكم ناس جياسكا في قناتكم جياسكا اكشياليتي مكملة لأخبار جياسكا. ناس تيفي بوزوغ يقترب أكثر فأكثر وسيكون مفاجأة الميركاتو. سنحكي لكم واش جديد هذه الصفقة إن شاء الله. بولبينا يبتعد، أظن أن بولبينا غالي بزاف. دوك نحكي لكم كم هي قيمته التي حددته بارادو، والجياسكا تريد ربط الموهبة أخريب. دوك نحكيو أيضا، وهذه هي المدرجات التي سيجلسون فيها أنصار شبيبة القبائل بعد المجلس الأمني. تحفيزات كبيرة وتصريحات ربما إلا على الفوز على شبيبة القبائل في بيت الشلف. لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق. تكنولي الخبر يسري بوزوغ وتحفيزات كبيرة. شبيبة القبائل راهي جاية للشلف، وكل التصريحات تقول إلا أن ربما الفوز على شبيبة القبائل، الفوز على المتصدر، وأيضا تحفيزات هامة أولمبي شلف حتى تفوز على المتصدر. وبعد الاجتماع الأمني تقرر رسميا أن المدرجات العليا ستبقى مغلوقة، ومنح مدرجات المغطاة السفلية فقط لإنصار شبيبة القبائل التي تتسع إلى 800 مناصر، عكس النصر اتحاد العاصمة والترجي المستغرب الذين جلسوا في المدرجات العليا والسفلية التي تتسع إلى 3000 مقعد. إذا ربما هذا هو ربما الاجتماع الأمني تقرر رسميا أن المدرجات ستبقى مغلوقة، ومنح مدرجات المغطاة السفلية لأنصار شبيبة القبائل. هذا ما جاء بعد المجلس الأمني، وأيضا ربما إخلاص قضية المدرجات. مع اقتراب الميركاتو نوليو لقضية ميركاتو شبيبة القبائل. يسري بوزوغ الذي ربما الكل يتحدث عنه، قال لك هنا يتحدث مع أحد المقربين وعبر له عن استعداده لإمضاء في شبيبة القبائل. هذا أكدت لنا بعض الأطراف المقربة من البيت القبائلي دائما أن بوزوغ على اتصال دائم بأحد أعضاء مجلس الإدارة، وعبر لهم عن استعداده للإمضاء على عقده بشكل رسمي إذا أرادوا الأمر، الذي طالب مسير الشبيبة من اللاعب أن يأخذ وقته كاملا فيه مراعاة لمصلحة اللاعب في المقام الأول. هل سيكون أول مفاجأة الميركاتو؟ هكذا طرح السؤال اللي يكتب الارتيكل. وعلى ضوء هذا أشارت بعض الأطراف إلى أن يسري بوزوغ قد يكون مفاجأة المسيرين، وهي المعلومات التي تحتاج إلى تأكيد في الساعات القليلة القادمة، خاصة وأن بن شيخة أكد لرئيس مجلس إدارة خلال حديث جرى بينهما أنه يريد تدعيم الفريق بوسط ميدان يملك نزعة هجومية، وكل المؤشرات توحي أن بوزوغ في أحسن الرواق ليكون المستقدم الأول لشبيبة القبائل. كان هذا كل التقرير على حول جديد قضية يسري بوزوغ اللي نتمناه كل أنصار شبيبة القبائل. الكل يريد هذه الصفقة، نتمناو ذلك. حاجة وديجا ناجحة، كان ناجح في ربما الفريق تاعو، وخاصة أنه يعتبر محترف وأيضا عنده تجربة كبيرة. على الأقل نلقاه في كوب دافريك العام الجاي إن شاء الله. وهذا هو تقريب التخمين تاعي، يعني صراحة أنا أريد هذا اللاعب لربما المستقبل. يعني شبيبة القبائل بحاجة إلى تدعيم فريقها مستقبلا أيضا. صح، هذا العام لازم ترونفونسي الفريق، وأيضا حتى الأعوام اللي جاية إن شاء الله على الأقل يكون عندها فريق منظم وفريق ربما متكامل إن شاء الله. وهذا مشروع إن شاء الله ناجح إن شاء الله. هذا اللاعب الكناري يحضرون حجبه، ما جاز في جريدة الكومبيتيسيون هذه الصبيحة. الكناري يحضرون لمباراة الشلف، استئناف التدريبات في أجواء رائعة، المفاوضات مع الموهبة الصاعدة في الطريق الصحيح. شبيبة القبائل تريد ربط لحل آخرين، يعني جميع واحد طابع في هذا اللاعب. يعني صراحة لازم هذا اللاعب تكون كونترا تاعو صحيحة وعلى أتم، ربما يعني صراحة حتى اللي يتفاوض راح يلقى اللاعب غالي جدا إن شاء الله، وليس ربطه ربما مكانه في أوروبا. إن شاء الله هذا اللاعب ينجح خارج هذا الوطن ويكون ربما أحسن موهبة صاعدة إن شاء الله. بوز الجمهور يريد الدوبلي، ونحن كذلك. الأكثر صعوبة هو البقاء في الصدارة.
كنت بحاجة للعب لقاءات متتالية لأستعيد مستواي. مسرحة الشبيبة أولى من إحصائياتي الشخصية. عندنا جمهور من ذهب يستحق أن يفرح. بوهاريا ترسخت فينا الثقة، سأستعيد مستواي. يجب إنهاء مرحلة الذهاب للتكلم بعدها عن أهداف الفريق. تعثرات بداية الموسم ساعدتنا في الاستيقاظ. الأنصار معنا بنسبة 100%. شبيبة القبائل في إفريقيا شيء آخر. نريد إنهاء مرحلة الذهاب دون خسارة جديدة. إدريس كوليبالي اللاعب السابق في شبيبة القبائل ودبوز يبهر حتى في سن 34. كوني وكانوتي لاعبين صلبيين. لم أتجرأ إلى يومنا إقصاؤنا أمام تيبي مازامبي في نصف نهائي رابطة الأبطال 2010. لاعبو أشرف مركزون على شبيبة القبائل. وفي الأخير والخبر الأخير، بارادو يثبت قيمة التسريح ب2 مليون يورو رغم العروض المحلية بين أوروبا أو لا شيء. يعني صراحة 2 مليون يورو كثير، يعني صراحة حتى وإن إذا كان اللاعب يستحق اللعب في أوروبا ويجيب هذه السومة اللي ربما حددتها بارادو، يعني أن اللاعب لن يكون ب2 مليون يورو، لن يكون في البطولة الوطنية. أظن أنه ما أظنيش يعني لاعب في البطولة الوطنية، خاصة في التسيير تاعنا، في التسيير تاعنا هنا يستحق أن ربما يشترى ب2 مليون يورو. مازلنا ما وصلناش لهذا العدد، ربما ما زلنا ما وصلناش للاحتراف الكامل حتى نقدر نحكيو على الصفقات هذه. لذلك وجب أن يذهب إلى أوروبا. هذا رأيي المتواضع، لأننا حبينا ولا كرهنا البطولة ما زالت يعني مستواها ضعيف، وربما الاحتراف ذاك ما زال يعني قاعدين نشوفوا في ربما الفار ما قاعدش يخدم ليه أيضا. فرق أو ربما ملاعب فيها الفار وملاعب ما تكونش فيها. لذلك ما زلنا ما وصلناش حنا، ليس الفار فقط ولكن ربما الانتوراج كامل ما زال فيه تغييرات وما زال ما تعدلش حتى نصل إلى قيمة أننا نشتري لاعب ب2 مليون يورو. يعني مازال ربما راح يلقى في الأهلي مثلا، أو ربما في فرق تلعب ربما دائما الأدوار الأولى في إفريقيا، هذه وحدة. وأيضا قادر يلقاها في أوروبا اللي ربما عندها السيولة هذه وعندهم شركات وممولين كبار يقدروا يمدوا هاد ربما القيمة لربما لاعب قد يكون موهبة حقيقية ما زالت في البطولة الوطنية وما زال ما ظهرش. لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق. كان كل هذا أخبار عن شبيبة القبائل وجديد ميركاتو شبيبة. فيفي جياسكا، سلام خاوتي.